الناس بتنزلوا في عز البرد في قلب ميدان الجيزه عشان تاكلوا وتتدفى كده يا معلم. اشهر عربيه كسكسي في مصر، كسكسي السوني. الناس بتجيها من اول الفجر، كل الساعه 3 الفجر والساعه 4 الفجر تلاقي الدنيا متروسه هناك بني ادمين. العربيه دي من قديم الازل في قلب ميدان الجيزه ولها حكايات كتير. فضل من ربنا بقى لنا مثلا دخلنا في 60 70 سنه كده. جاي الساعه 4 يعني 4 ونص. الوقت ده بس على الساعة 3 4 بس. حاجه عايزك بقى تعمل لايك وشير وتعمل اكسبلور للفيديو ده عشان الفيديو يوصل لكل الناس. لو تستغرب ان الناس بتنزل في عز البرد تاكل طبق الكسكسي ده، وانا عارف باكله باللبن بس ان انا جيت هنا واكله من غير اللبن وابلع وراه كده لا بحاجه. محمد هنا السني رافع شعار تاكل ما تقلبش، يعني تاخد طبق الكسكسي تاكل على طول ما تحطش ولا لبن ولا اي حاجه، هو تاكله بنظام. كنت جاي اقلبه قال لي تاكل ما تقلبش، ده الشعار بتاعه. ما جربش كسكسي من عند السني فاتوا كتير قوي. تقعد لك على ترابيزه رايقه كده انت وشلتك، واقل شله هناك بتيجي فوق ال 20 واحد. اللي بتبدا من 30 35 40 واغلى حاجه تقريبا في المكان ب 50 جنيه. احسن حاجه في المكان طبق كسكسي بالقشطه. هو بقى ده طبق الكسكسي اللي الناس كلها بتنزل له الفجر مع كوبايه اللبن دي. تبدا بقى اول حاجه تجيب اللبن تنزل على الكسكسي، هنخلي القشطه للاخر. تاخد بقى معلقه بالقشطه وودي على بقك على طول. جمدان وربنا جمدان. عندك قشطه اهي، خد بقى القشطه بالكسكسي حرفيا جامده جدا. عايز تبلع باللبن على طول، لبن سخن حليب ايه جامد. عربيه كسكسي السني في قلب ميدان الجيزه شارع الصناديل. انت انسب بس ميدان الجيزه 1000 واحد هيدلك على عربيه الكسكسي، وفي كمان كشري السني جنبه.